بالنسبة لقصة السيدة اللي توفت المنتشرة حاليا، قبل وفاتها قالت كلام مهم جدا وما كانش يعتبر أهم حاجة في الموضوع كله، ولكن مش كل اللي تابعوا قصتها انتبهوا للكلام ده، لأن اللي قالته يعتبر رسالة مهمة جدا لكل الستات والبنات، بس لو فهموا فعلا أهمية الكلام ده. أنا هسمعكم الكلام اللي هي قالته من لسانها، وبعدها هنرجع نعلق على كلامها علشان نشوف إيه معنى الكلام ده أصلا وإيه أهميته. بس أنا عايزك في البداية تفهم حاجة، إني مش طالع أتكلم في الموضوع ده علشان ترند ولا غيره، وإني واخد قرار أصلا. قصص الترند اللي بتحصل على الميديا دي ما بدخلش نفسي فيها خالص ولا بحب أتكلم فيها، ومحتوايا مقتصر بس على اللي أنا بقدمه واللي الناس عارفاه. بس الكلام اللي هي قالته لما سمعته استوقفني وما قدرتش فعلا أتخطى كلامها لأهميته، لأنه بيتضمن رسالة مهمة جدا لكل بنت. فياريت تشاركوا الفيديو ده على صفحاتكم وتكتبوا في التعليقات نصيحة تقدموها لكل بنت تسمع وتفهم الكلام اللي هي قالته، الله يرحمها، علشان نساعد ان الفيديو ده يوصل لكل البنات. يمكن رسالتها دي تكون سبب في انها تنفع بها حد حتى بعد رحيلها، ويكون اجرها وثوابها في ميزان حسناتها. اسمع قالت ايه. لو بكره نهاية العالم هتعملي ايه النهارده؟ الناس هتتريق عليا من الإجابة. هتحجب واقعد أصلي. يعني هيقول لك طب ما تعملي كده من دلوقتي. تعملي كده من دلوقتي فعلا. يا رب. يا رب. يا ريت. يا رب يهديكي. يا رب. زي ما سمعت، هي قالت ان لو نهاية العالم بكرة الحاجة الوحيدة اللي هتعملها انها هتتحجب وتقعد تصلي. فالمذيع بيسألها وبيقول لها طب ما تعملي كده من دلوقتي، رغم ان كلامها ده مهم وهقول لك دلوقتي هو مهم ليه، لكن الأهم منه والأخطر الجملة اللي قالتها في وسط كلامها: الناس هتتريق عليا من الإجابة. جملة صادمة فعلا ومرعبة. تخيل كده معايا إن كان ممكن يكون هي دي نيتها فعلا، وإنها كانت ممكن تعمل كده فعلا، ولكن اللي وصلها إنها تتأخر في قرار زي ده هو تريقة الناس عليها. وأنا هنا مقصودهاش هي بشخصها في كلامي، وإنما أقصد كل حد نفسه يعمل الصح ولكن مرجع ومأخره نظرة الناس ليه، اللي هيتريق واللي هيسخر واللي هينظر، لمجرد بس إنك بتفكر تعمل الصح في زمن أصبح الغلط فيه مستساغ ومألوف عند الناس، فتبقى مضطر إنك تعمل الحاجة اللي مش نفسك فيها بسبب نظرة الناس ليك، وخصوصا لو كانت الحاجة دي هي الصح، والنتيجة إنك تعمل الغلط أو اللي هيعجب الناس، وفي الآخر محدش هيحاسب على المشاريب دي غيرك أنت لوحدك. أنت اللي هتدفع ثمن قراراتك سواء كانت صح أو غلط، والناس اللي أنت كنت عامل حساب ليهم للأسف مش هينفعوك في أي حاجة. طب تفتكر لو رجعت للحياة من تاني هتأجل اللي كان نفسها تعمله بسبب أي حاجة أو أي حد، ولا هتعمل اللي قالت عليه هتتحجب وتقعد تصلي؟ وهنا الجزء المهم في كلامها واللي يعتبر رسالة منها لكل بنت: لو عرفت إنك هتموتي بعد ساعة إيه أكتر حاجة هتعمليها؟ أهو اللي أنت بتفكري فيه دلوقتي ده لو عملتيه في لحظة النهاية، بس مش نهاية العالم كله وإنما نهايتك أنت، واللي تعتبر هي نهاية العالم بالنسبة لك، ولا كأنك عملتي حاجة. لأن اللي جه في تفكيرك دلوقتي لو عزمت إنك تعمليه يبقى تعمليه قبل ما تعرف نهايتك علشان يتقبل ويتحسب لك، إنما لحظة معرفة النهاية دي بيكون الوقت للأسف فات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طبعا الموت نهاية كل واحد فينا، فلو نصيحة السيدة المتوفية الله يرحمها هتفيدك في حاجة هتكون هي إنك تعمل الصح واللي يخلي ربنا راضي عنك، بس الصح ده تعمليه من دلوقتي، تاخد القرار وتعمليه قبل النهاية ما تيجي، لأن وقتها كل اللي حواليك واللي بتعملي ده عشانهم أو بسببهم مش هيكونوا موجودين أصلا، مش هيكونوا موجودين أصلا معاكي في لحظة نهايتك، ولا هينفعوكي ولا هيفيدوكي بشيء. ولو مش مصدقة كلامي اسأل الست اللي ماتت، ولو مش هترد عليكي استني لغاية ما تتفاجئي بنفسك وتقولي زي ما كتير غيرك بيقول دلوقتي: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.